طبعا كل شخص لازم بين فترة وفترة يقعد يصفن. شلون صفنه؟ يجي يقعد يفكر بالنعم الموجودة هسه حاليا بين ايده، يشوف الله شو منطي بهاي الحياة، سواء كان من ناحية الأهل، أكل، فلوس، صحة، أصدقاء، دراسة، غير شي. لازم أبد واحد ما ينسى فضل الله. أكيد يعني نحن هسه حاليا النعم الموجودة بين ايدنا ما راح نقدرها ولا راح نفهم قيمتها. طبعا مو الكل بس الأغلبية منهم أنا يعني الصراحة. ليه ما يفقدها؟ ورا ما يفقدها راح يحس قيمة هذا الشيء كان الله مفضله عليه، والشيء اللي الله كان منطينه. أبسط مثال نعمة الشغل. ملايين الأشخاص أنت لازم تشكر الله 1000 مرة وتحمده إنه أنت جاي تشتغل وعندك شغل. أي شغل كان، شلون من كان، لو بالشهر 300,000 لو أقل. ليش؟ لأن اكو ملايين الاشخاص يوميا يدورون على شغل وما يلقون. هسه لنا حالنا بالعراق حاليا الاف الاشخاص، الاف الخريجين مو خريجين، سلمة، حرم، نساوين، اطفال، كبار، يدورون شغل وما يلقون. فدائما الحمد لله والشكر انه الله مفضلنا على هذا الشيء ومحصلين شغل. نفس ما قال الإمام علي عليه السلام بالضبط، ما أتذكر الحديث بس هيك يعني. عفوا. أريحوا أجسادكم بالعمل وارهقوا أجسادكم بالراحة. هيك يعني المقصد من الكلام أنت صح جاي تشتغل وتتعب جسديا بس بالك مرتاح، جاي تحصل فلوس تقدر تعيش عائلتك، تجيب ملابس، فلوس، أكل، هيجي. بس من انت بالبيت صح جسمك مرتاح بس عقلك يشتغل، انت شلون راح تعيش، شلون راح تدبر حياتك، مستقبلك شنو. فالمقصد من الكلام الحمد لله والشكر على كل نعم الله اللي هسه بيدنا، ان شاء الله نقدرها اكثر ونعرف قيمتها. والسلام.